آدم بيحاول يفتح الباب بس مفيش فايدة. فجأة الكاميرا تشتغل من تاني لوحدها. بس الغريب، الكاميرا مش بتسجل آدم دلوقتي، الكاميرا بتعرض له لقطات وهو نايم جوه الأوضة قبل ما يوصل أصلا للبيت. يعني في كاميرا كانت بتراقبه من قبل ما يفكر في الموضوع كله. الصوت جواه بيقول له أنت مش أول واحد، بس ممكن تكون الأخير لو عرفت تطلع. آدم بدأ يربط بين الفيديو اللي شافه قبل كده والشاب اللي كان بيصرخ، وبدأ يلاحظ حاجة تانية. كل اللي دخلوا البيت ده اتسجلت لحظة موتهم بكاميرا، بس ولا واحد منهم لسه موجود. الجثث مختفية وكأن البيت بيبلعهم. آدم سمع صوت خطوات جاية من تحت، حد بيطلع على السلم، بس الصوت مش طبيعي. خطوة واحدة وكل حاجة حواليه تهتز. فجأة كل الحيطان بدأت تخرج صور الشاب اللي شافه في الكاميرا، وكل الصور مكتوب تحتها كلمة وحدة: الفضول قتلكم. آدم حاول يكسر الشباك بس لقى نفسه واقف قدام كاميرته، والكاميرا بتسجل بس بيظهر فيها حد تاني، مش هو، حد لابس زيه بالظبط. بيضحك وبيقول له دلوقتي دورك تصور موتك انت بقى. وفجأة التسجيل كله بيقطع. الصبح الناس لقوا الكاميرا بتاعت آدم مرمية على الأرض بره البيت، بس بدون أي آثار له، والفيديو اللي كان عليه فاضي تماما. بس بعد أسبوع قناة آدم نزلت فيديو جديد بدون عنوان، ومدته دقيقتين، بيتبدأ بصوته وهو بيقول أنا آسف، أنا كنت فاكرها لعبة. والدقيقتين عبارة عن صرخات متقطعة وضحكة واحدة بتتكرر كل 10 ثواني.